تعالوا نعمل مع بعض بتنجان مخلل بطريقة سهلة قوي وتتبيلة طعمها حكاية. البتنجان المخلل ده لعبتي، من الأكلات اللي بتميز بيها قوي. لما كان يجيلنا ضيوف وأعمل كده طبق بتنجان قمر زي اللي شايفينه ده، لازم يسألوني البتنجان ده عاملاه ازاي. مفيش حد أكل البتنجان المخلل من ايدي إلا ويسألني انتي عاملاه ازاي. تعالوا بقى النهاردة هنعمله بأحلى تتبيلة ممكن تعمليها، لأن أساس البتنجان هو التتبيلة. وكمان هنعمل طماطم مخللة، طبق كده بتنجان وطماطم مخللة يشرفك قدام ضيوفك. هخليكي أستاذة في عمايل البتنجان المخلل. بس لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك، ولو عجبتك الوصفة اعملي لايك وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد من وصفات مطبخ بنت هاشم. يلا نبدأ. أول حاجة معايا البتنجان. طبعا كلنا عارفين ان ده اسمه بتنجان عروس. البتنجان العروس هو اللي مخصوص للتخليل. معايا هنا كيلو من البتنجان. طبعا الكمية على حسب ما انت عايزة. اول حاجة بقى هنختار البتنجانية بتاعتي، لا كبيرة ولا صغيرة، زي ما انتوا شايفين كده حجمها متوسط. غسلتها كويس جدا وشلت العنقود بتاعها. وكمان معايا بقى قرون من الفلفل الحار، وده طبعا على حسب الاختيار. لو حابة تستخدميه تمام، مش حابة خلاص. ومعايا كمان بقى الطماطم المخللة، غسلينها كويس جدا. ومعايا بقى الأساسيات للتتبيلة بتاعتي، هي راس توم وفلفل بارد وفلفل حار وكمان فلفل حار أحمر. اول حاجة هنعملها مع بعض التتبيلة. التتبيلة هي زي ما قلتلك اساس البتنجان. التتبيلة هي راس توم وفلفل حار احمر وفلفل حار اخضر وكمان فلفل رومي بارد، عشان يبقى ميكس كده من الفلفل الحار والبارد، ما يبقاش الموضوع مشطشط قوي. وكمان معايا ملح بس وخل. هنزل بالمكونات بتاعتي الثوم والفلفل. طبعا لو ما عندكيش فلفل احمر او فلفل اخضر مفيش مشكله خالص. انا بس حاطه الالوان عشان يبقى ايه شكل التتبيله حلو كده، والفلفل الاحمر بيدي لون حلو للتتبيله. نزلت بقى بالمكونات بتاعتي في الكبه، وهحط معلقتين كبار من الملح ومعلقه كبيره من الخل وليمونه واحده بس هعصرها بس كده. حابه انتي بقى تزودي كمون كزبره ناشفه، ده طبعا على حسب اختيارك، بس الكمون بيدي مراره شويه كده للتتبيله، فانصحك بلاش بالملح بس. وبدات بقى اضرب المكونات بتاعتي الثوم مع الفلفل كويس جدا جدا، زي ما انتوا شايفين بقى شكل التتبيله لما ضربناها كويس. تعالوا بقى نشوف البتنجان بتاعنا. زي ما قلت لكم، اول حاجة انا غسلته قبل ما افتحه زي ما انتوا شايفين كده. انا بمسك كل بتنجانية معايا وافتحها من النص من غير ما اقسم البتنجانية. عارفين اللي هي ايه شق القمر كده، يعني تفتحي البتنجانية من غير ما تتقسم معاكي. وابدأ بقى بطرف السكينة اعمل فتحات في البتنجانية كده داير ما يدور. ده هيساعد ان البتنجانية بتاعتي تستوي من جوه كويس جدا وما تبقاش نية، وتدي تسوية حلوة قوي. هعمل كل كمية البتنجان معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ودي خطوة مهمة جدا. وكمان بقى الفلفل زي ما انتوا شايفين لازم نفتحه كده، نعمل له فتحات بالسكينة بطول الفلفلاية، لان احنا لو ما عملناش الفتحات دي وجيتي تقليه هيطرطش بقى وهيعمل كده ايه حاجات مش لطيفة. فاحنا عايزين نتفادى كل ده، ولازم تفتحي الفلفل كده بطرف السكينة. وخلصنا بقى الكمية بتاعتنا كلها، تعالوا نقليها على النار. اول حاجة في قلي البتنجان عشان يطلع معاكي مظبوط لازم الزيت يبقى سخن جدا زي ما انتوا سامعين كده. الطرطشة دي او التشتشة دي هي صوت الزيت وانا بنزل البتنجان عشان سخن جدا. دي اول حاجة. تاني حاجة ان احنا بقى نعرف البتنجان استوى ازاي وهو كله اسود اصلا. يعني من الاسئلة اللي كنت دايما اسألها وانا اول ما بدأت الطبخ، طب انا هعرف اتحمر ازاي وهو كله اسود اساسا؟ بص يا ستي، العنقود اللي فوق كده بتاع البتنجانية مجرد ما يدي اللون الذهبي يبقى هي كده استوت. حلو الكلام.
ما تستنيش لما الجزء اللي في النص ده كده يحمر، لان انت لو استنيتي ان الجزء اللي في النص ده يحمر يبقى كده البتنجانية اتحرقت مش استوت. يبقى علامة التسوية بتاعة البتنجان المظبوطة هو العنقود بتاع البتنجانية من فوق راس البتنجانية، بمجرد ما تدي اللون الجولد يبقى كده البتنجانية استوت معايا وبقت تسوية مظبوطة ومية مية. وزي ما قلت لكم لازم النار تبقى عالية، ما ينفعش النار تبقى هادية. لو النار هادية هتخلي البتنجانية بتاعتك طرية كده وهتشرب زيت، مش هتبقى حلوة خالص. زي ما انتوا شايفين بقى البتنجان بتاعي اتقلى وبقى زي الفل. شايفين راس البتنجانة لونها كده ايه ذهبي، ومن جوه من النص ابيض. يبقى كده البتنجان معايا استوى واتحمر مظبوط جدا. هنزل بقى بالفلفل الحار بتاعي، وزي ما قلتلك اوعي تنسي الله يباركلك ان انتي تفتحي كل قرن بالسكينة، لان لو لا قدر الله ما فتحتيش كل واحدة من الفلفل بالسكينة كده فتحات فيها هتطرطش وهتبقى يعني مش عايزة اقولك المخاطر بتاع الطرطشة دي عاملة ازاي. فربنا يحفظنا كلنا. هنشيل بقى الفلفل، ما بياخدش وقت على النار، مجرد بس كده ما بياخد ايه تشميعة كده من الزيت. انا مش عايزاه يتهري، يعني عايزين نحس بالقرمشة بتاعة الفلفلاية واحنا بناكلها. التتبيلة بقى القمر دي زي ما انتوا شايفينها كده، التتبيلة دي بتنفع لحاجات كتيرة جدا، يعني من الحاجات اللي تحتفظي بيها في التلاجة. شايفين بقى البتنجانية من جوه، بصوا بيضة وجميلة وشمعة ابيض، شمعة فلة وطرية ومستوية وزي الفل. هبدأ بقى احط التتبيلة بتاعتي في البتنجان كله، وهرصها كده في سرفيس شكله لطيف داير ما يدور. وزي ما انتوا شايفين علامة التسوية بتاعة البتنجان زي ما قلتلك ايه، راس البتنجانية يبقى لونها ذهبي، هي كده البتنجانية بتاعتي تبقى استوت وزي الفل. الله بقى على جمال السرفيس ده بجد. يعني انا بتهيألي لو انتوا اتغديتوا وبتشوفوا الوصفة دي دلوقتي هتقوموا تعملوا بتنجان وتتغدوا تاني، لان البتنجان بجد من الحاجات اللي تفتح النفس كده على الاكل، حتى لو انتي شبعانة تخليكي تاكلي تاني. شايفين شكل السرفيس حلو ازاي؟ تعالوا بقى نعمل الطماطم المخللة. همسك الطماطمايه واقطع العنقود بتاعها اللي فوق كده، الجزء اللي فوق، وهبدأ اقطعها حلقات متماسكة. يعني انا مش هقطعها حلقات سايبة من بعض، لا هقطعها حلقات متماسكة في الطماطمايه. لو انت حابة تقطعيها منفصلة ما فيش مشكلة خالص، بس يعني هي دي ايه نوع من الشكل الجمالي. وهبدأ احط التتبيلة بتاعتي في فتحات الطماطم وهرصها كده في نص السرفيس. مش عايزة اقول لكم هي قد ايه مدية شكل حلو جدا جدا مع البتنجان المخلل زي ما انتوا شايفين. وزي ما قلت لكم التتبيلة دي من الحاجات اللي لا غنى عنها في التلاجة. والبتنجان كمان ينفع يقعد معاكي لمدة اسبوع في التلاجة، هتحتفظي بيه في علبة بلاستيك. زي ما انتوا بقى شايفين البتنجان المخلل يشرفك قدام ضيوفك، وحاجة كده تفتح النفس، وعملناه بطريقة سهلة جدا جدا ومفيش احلى ولا اروع من كده. تعالي بقى اقولك على التكاية دي مهمة جدا، هي اللي هتخلي طعم البتنجان بتاعك مميز، وكمان هيقعد معاكي حبة حلوين في التلاجة. الليمونة اللي انتوا شايفينها دي هعصرها كده على البتنجان من فوق، دي بتخلي البتنجان وطعم البتنجان بيروح في حتة تانية خالص. وكمان زي ما قلتلك هتساعدك ان انت تحتفظي بيه لمدة اسبوع في التلاجة. البتنجان من الاكلات اللي بتنفع جنب الفطار، جنب طبق فول، جنب طبق طعمية، وكمان في اكلات في الغدا ما تنفعش من غير البتنجان. ودي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسيش بقى تعملي لايك طبق البتنجان المخلل بالطماطم المخللة القمر دي. ولو لسه بقى ما اشتركتش في القناة اعملي اشتراك. احبكم في الله، واستنوني في وصفة جديدة من وصفات مطبخ بنت هاشم، والسلام عليكم.